حلقة النهارده بعنوان كشف سر تصريحات ترامب الصادمة والخطيرة وإهانته للعرب وحقيقة رسالته إلى السيسي وبن سلمان. في الحلقة دي عندنا كذا موضوع، كذا حاجة هنركز عليها، فيها كلام مهم. أتمنى إن احنا نسمعه بتركيز شديد علشان هنوضح النهارده هو إيه ورا الهبل اللي بيحصل ده. هو ترامب يعني بيصحى الصبح بيقول أنا يعني عايز أعمل هبولة كده واقول اي كلام وخلاص، ولا ايه الحكايه؟ عايزين نفهم بشكل موضوعي جدا وعلمي وحقيقي ما خلف ما يحدث. ايه اللي ورا اللي بيحصل ده؟ عايزين نعرف مع بعض ايه الحكايه، وان شاء الله نحاول مع بعض نوضح الرؤيه للناس علشان تبقى فاهم اللي بيحصل ده بيحصل ليه، واللي بيتقال ده بيتقال ليه، وعشان تبقى متوقع بكره ممكن يحصل ايه اللي حصل في الاول. نرجع كده لسبب الصدمه اللي حصلت في الاخر. طبعا في صدمات خلال الفترات اللي فاتت والايام اللي فاتت من ساعه ما ترامب دخل البيت الابيض، واحنا الدنيا عندنا بقت بتسود. يعني هو حرفيا زي العبيط اللي مسك سلاح وعمال يضرب رصاص ويلوش، وبيضرب رصاص وهو حاطط غمامه على عينيه فبيلوش في اي حد، كل حد واي حد وفي كل الاتجاهات. لكن الحكايه مش تلويش، القصه ما بتجيش بالصدفه. وتعالوا كده نشوف ايه الحكايه. اول نراجع كلامه الخطير جدا والصادم والمهين للعرب والمسلمين. تصريحات اللي قالها امبارح في الطياره وهو رايح بيحضر ماتش، تصريحات في منتهى الخطوره والاهميه. مبدئيا هنشوف التصريحات كتابة، وهرجع معاكم للكلام بتاعه هو من الفيديوهات اللي معانا اللي هنشوف فيها هو قالها ازاي. انا مركز على 3 تصريحات رئيسية. التصريح الاول ان هو بيقول ملتزم بشراء غزة، ما نعرفش هيشتريها من مين، وامتلاكها، وقد امنح اجزاء منها لدول اخرى في الشرق الاوسط لاعادة بنائها. ده اول تصريح. يقول لك ايه؟ ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وقد امنح اجزاء منها لدول اخرى في الشرق الاوسط لاعادة بنائها. يعني خلاص هتبقى بتاعتي، تحتي دي تحتي، وهبقى ادي حته لدول تانية تعمل فيها اعمار، بس ترجعها لي تاني عشان دي تحتي. ها خلاص، وهنشتريها، مش عارفين هنشتريها مين بس هنشتريها. صح الكلمه، قالها هشتريها وبعد كده همتلكها. يعني لو ما جاتش كده تجي كده يعني. وبعدين بيقول لك ايه كمان؟ لا حق لعودة الفلسطينيين وفق خطتي لاستلام قطاع غزة. الله الله، انت مش كنت بتقول يا حاج ده عشان الفلسطينيين واراضيهم ومبانيهم اتدمرت وغزه لا تصلح للعيش دلوقتي، ولازم نعمل لهم اعاده اعمار ويرجعوا بعدين علشان بقى ندق لهم الشماسي على البحر ويقعدوا يتشمسوا كده؟ عيب نسيبهم بالشكل ده. فدلوقتي اعلن عن نواياه بشكل مباشر انه لا حق لعوده الفلسطينيين وفق خطتي لاستلام قطاع غزه. خطتي انا، اي حد تاني ممكن شرير ممكن يرجعهم، لكن انا مش هرجع الفلسطينيين. اخبط دماغك انت هو في الحياه. اخ يابا، خليكم معايا للاخر عشان انا بص انا حرفيا خلاص جايب اخري من ولاد الكلب دول. ترامب: غزة موقع عقاري مميز لا يمكن ان نتركه. يا حبيبي، يعني انت متخيل انه ساب العالم كله، الكوكب، كوكب الارض، وبقت بالنسبه له احلى حته في الكوكب غزه، ومش هيسيبه. ويقول لك ايه يا جدع انت هو؟ الجماعه اللي عمالين يقولوا لي لا انت بتقول ايه وبتبطل يد انت هو، انا غزه مش هسيبها. دي انا شايف انها احسن. كتب له عمل بالحب. تمام. معلش احنا هنقل شويه بس هنخش في الكلام الجد دلوقتي. تعالوا بقى نشوفه وهو بيهرتل من خلال الفيديوهات اللي معانا وبيقول كلام اهبل زيه، بس في وسط الكلام فيه كلام مهم جدا. تعالوا بقى نروح نشوف القصه ايه فيما يتعلق بإعادة الأعمار. شوف، فإننا ملتزمون والسيطرة عليها، بامتلاكها والسيطرة عليها، والتأكد من عودة حماس. لا يوجد شيء للعودة. المكان عبارة عن موقع مهدم، يعني بقول ما فيش أصلا مجال للعودة. يعني المباني اللي فلتت من الدمار احنا هنهدها برضه، هنجيبها على الارض وبعد كده نبنيها بقى لحسابنا وبتاعتنا، مش بتاعتي. هنعمل بقى اللي احنا عايزينه. بقول هنجعلها مكان كويس للتطوير اسمع كده، اسمع كده، من قبل شخص ما.
وستكون جميلة جدا، يمكن للناس أن يأتوا من جميع أنحاء العالم. ريفيرا بقى ده منتجع، تعالوا بقى ادخلوا هندفعكم تذاكر، إلا الفلسطينيين. تمام، لكننا سنعتني بالفلسطينيين. هتعمل إيه يا حبيبي؟ سنتأكد أنهم يعيشون في مكان تاني طبعا، في وئام وسلام، وأنهم لن يتعرضوا للقتل في مكان تاني. لكن كان هذا هو الموقع الأكثر خطورة، عشان الموقع ده خطر عليكم، ما ينفعش بقى ترجعوا عيشوا في أي حتة تانية. طيب التصريح الثاني والمهم وهنشوفه مع بعض دلوقتي، بتقولوا اللاجئين الفلسطينيين في الولايات المتحدة، هل تقبل اللاجئين الفلسطينيين في الولايات المتحدة؟ أعتقد أن المسافة بعيدة عليهم، بعيدة عليهم يا جماعة. ولكن لابد أن أنظر في حالات فردية، ناخد منهم 10-15 واحد من 2 مليون نعمل لهم لجوء ويجوا، احنا خدنا يعني بعضا منهم يعني. لكن أعتقد أن القدوم إلى الولايات المتحدة لقد قبلنا الكثير من الناس، احنا دخلنا ناس لاجئين كتير، مش ناقصة فلسطينيين يعني. لكن القدوم إلى الولايات المتحدة تاني المسافة طويلة بالنسبة لهم للسفر، إنهم بعيدون عن أسرهم وأصدقائهم وكل شيء، لكن مش بعيد عنا هم، إحنا نروح لهم بس هم ما يجوش. أعتقد أنهم سيكونون سعداء للغاية. فين؟ بالبقاء في المنطقة عامة، يعني الجوار مصر بقى والأردن والحتت دي، ونركز في اللي جاي بقى، عشان هو هيبدأ يتكلم ويبعت رسائل مباشرة لمصر وللأردن مباشرة لما هتيجي الدور على الكلام اللي جاي ده. لذا سوف نأمل أن تساعدنا مصر، هذه واحد. لسه أن نأمل أن تساعدنا الأردن تاني، ونأمل أن نتلقى المساعدات من دول أخرى. زي مين يا حاج؟ هيقول لك دلوقتي السعودية. ونأمل نتمكن بعض هذه الدول مثل المملكة العربية السعودية وغيرها من إنفاق بعض المال. يعني احنا هنعمل كل ده وهمتلكها واشتريها بس على حساب السعودية، عادي جدا. لديهم مبالغ طائلة من الأموال، سوف ينفقون بعض المال، جزء صغير كده من يا كينج، لجعل الناس مرتاحين وآمنين. لماذا يترددون في أخذهم على مصر والأردن؟ هنا بقى احنا دخلنا في الفقرة الثانية والرسائل جوه. لأنهم لم يتحدثوا معي، لسه ما اتكلموش معايا. أنا أصبر بس. تحدثوا لأشخاص آخرين ولم يتحدثوا معي، اتكلموا مع ناس تانية وبناء عليه رفضوا. اسمع، عندما يتحدثون معي سيأخذونهم، لما يتكلموا معايا هياخدوهم. فهو بيوجه رسالة مباشرة إن القرار اللي انتوا واخدينه وعمالين تقولوا لا مفيش تهجير، لا مفيش تهجير، الكلام ده عشان ناس تانية يتكلموا معاكم، مش ترامب، لأنه هو عنده نرجسية وحكاية ضربة معاه على الآخر. لسه أنا ما اتكلمتش معاكم، بس لما اتكلم معاكم هتاخدوهم، هتقبلوا. دي رسالة واضحة من ترامب. مبدئيا كل اللي قاله من أول حرف لآخر حرف هو إهانة حقيرة ومنحطة للعرب، العرب كلهم والمسلمين على فكرة. هو لا يرانا، وهنعرف ليه الحكاية دلوقتي، وهنعرف الجانب السياسي والبراجماتي اللي هو بيتعامل بيه، وكمان هنعرف جانب مهم جدا أعتقد إن يمكن مش كتير هيتناوله في الإعلام، وهيوضح لكم شخصية هذا المعتوه هو واصل لمستوى البارانويا ده ليه. هنعرف كل ده مع بعض يا جماعة، لكن إحنا استعرضنا آخر التصريحات الصادمة، آخر الجرائم الكلامية اللي بيطلعها من بقه واللي بيهرتل بيها يوميا. لكن هل الكلام ده فيه خدعة ما؟ هل الكلام ده طبيعي؟ يعني هو بيقصد كل ما يقول،
والّا في حاجة وإيه الحكاية بالضبط؟